البطولة الوطنية، البطولة التي تشتعل في ظل حضور بزياش لحمزة الموساوي. لاحظوا انطلاقة قوة حكيم زياش، تحركاته للإمكانيات التقنية والمراوغة لحكيم تقنيات عالية. تبعد الكرة ثابتة، حمزة الموساوي كيساعد للتنفيذ، لعبت الكرة دائرية لكن الكرة بعيدة شاربة. عماد الرياحي ديال الأسرة لكن تدخل حكيم زياش كيلعب كرة طويلة اتجاه لاعب وسام بن يدر. يوسف ماري، جوزيف باكاسو، مرة أخرى زياش بالنسبة الفريقين. حمزة النوري كيساعد عنده هذه فرصة محاولة وسام لكن تدخل عبد الحق عسال. كذلك نور الدين مشاش اللي كيساعد للدخول. تابع من جديد التنافس الأخير. حكم طب وسط اللقاء في الوقت اللي في انتظار دخول زين الدين مشاش على مستوى التركيبه ديال فريق نظر كاين فرصه لكن تسديد الحكيم زياش مرات جانب قائم الايسر لمرمى الحارس انس فريق نظر كاين كتابعوا الاعاده ديال المحاوله الاخيره. حكيم زياش كما كيقولوا ما تكونش بالقوه الكافيه، مشات بين كل الصلاحيات. كره طويله كذلك بالدوري اليوناني. فريق نهضه بركان يحاول يلعب كره طويله داخل مسطح العمليات عند بول فالير. تدخل امين ابو الفتح، عماد الرياحي اقرب وايوب بوشا، تعود لعبد الحق عسال التمريره، فرصه محاوله لفائده فريق نهضه بركان بواسطه اللاعب زين الدين مشاش حتى الكره. هذه محاوله لفائده فريق الوداد بواسطه لاعب جوزيف، فرصه وتدخل انس نيتي كان قلب العمليه، يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. استيلاء على مستوى المدرجات لجماهير فريق الوداد. حنا كنلعبوا الان الدقيقه السادسه من الوقت بدل ضربه الجزاء امامنا حكيم زياش. بالنسبه لحكيم زياش قبل تنفيذ هذا ضربه الجزاء في الوقت اللي الحكم كيطلب من الحارس انس نيتي كره ثابته. انس نيتي كذلك من الحراس المتخصصين على مستوى تصديد ضربه الجزاء. حكيم زياش محمد الخامس، اذا الهستيريا هدف الانفاس الاخيره بل في الوقت بدل الضائع. حكيم زياش يسدد بكل قوه، يضع الكره في الشباك جدا لايقاف المد الهجومي عبر بولكسوت في افضل ايام، واحد من افضل لاعبي كاس العرب. يتسنوا منه الرجويين الشيء الكثير في منافسات البطوله الوطنيه. ضربه زاويه صابر بوغرين، التدخل. مباراة متحركة في بدايتها في انتظار هدف يشعل هذه المباراة. الكثير كرة للأمام لحسنية أكادير نحو إلو متواصل. عدد من النجوم في البطولة الوطنية كل واحد منهم يسعى أن يكون هدفا للمراوغة. لازال الإصرار حاضر، إصرار كبير، والتدخل من دفاع الرجاء، محاولة الخروج من الضغط من فردوسي نحو مكعزي. هلال من جديد من الطرف الأيمن يحرر ساخو ويخلي ساخو على راحته. ساخو وكان قريبا من توقيع الهدف. كرة تعود من جديد للرجاء الرياضي، إصرار متواصل والبحث يتواصل عن هدف أول في هذه المباراة. كرة رجوية الإصرار رجاوي، لكن المباراة الرجاء يحاول وأنه يفرض شخصيته منذ البداية، يحاول أنه يصل لمرمى بعير في محمد دولي لمدينة أكادير من جماهير الحسنية. زينة في الليلة نتمناوها زينة. ضربة خطأ للرجاء الرياضي تلعب في منطقة الجزاء، لكن التدخل من إلو في وضعية دفاعية نحو شرارة من جديد للرجاء. لعبة لصابر بوغرين الدينامو. قلت لكم انه دينامو ماتياس النيجيري يتمكن من تسجيل الهدف. ماتياس في القائم الاول ويتمكن من توقيع الهدف. كلاس في الكرة الماضية، تمريرة من شرارة. دينامو صابر بوغرين لمسه بالمقاس بالمليمتر يا سيدي. صعيب انه يرفض هديه كهذه، صعيب انه ماتياس يرفض هديه مماثله لي التي تابعناها من صابر بوغرين. عطاها ليه بلا قشور، عطاها ليه جاهزه، اذا كان هذا هو الملخص ديال نهضه بركان ضد الوداد البيضاوي وفريق الرجاء البيضاوي ضد حسنيه اكادير.